السلام عليكم. الكثير من الملحدين الجدد يعتبرون نظرية التطور حجتهم الأولى في ترك الإيمان بالله والاتجاه إلى الإلحاد، وهم يعتبرون أن الإيمان بنظرية التطور يؤدي حتميا إلى الإلحاد. مثلهم تماما أغلب المؤمنين بالله ممن لا يؤمنون بنظرية التطور أو لا يتقبلونها، يعتقدون أن الإيمان بالله يتعارض حتميا مع الإيمان بنظرية التطور، وأن أي ميلان باتجاه هذه النظرية سيخرجهم من الإيمان بالله ويأخذهم باتجاه الإلحاد. هذه النقطة هي من القليل المشترك بين الملحدين الجدد والمؤمنين التقليديين، تقريبا لا تجدهم يتفقون على شيء كما يتفقون على هذا الأمر. لكن ثمة مفاجأة للطرفين، لقد فهموا الأمور على نحو خاطئ. هم بطريقة ما ملكيون أكثر من الملك نفسه، ذلك أن تشارلز داروين الذي وضع نظرية التطور لم يكن ملحدا على الإطلاق، بل أنه بدأ أبحاثه ورحلاته العلمية بدوافع دينية للبحث عن عظمة الله في خلقه ومخلوقاته. قادت الرحلة إلى اكتشافات لم تكن متوافقة مع قصة الخلق كما وردت في العهد القديم من الكتاب المقدس الذي كان داروين يؤمن به. لكن داروين لم يلحد. صحيح أنه فقد إيمانه التقليدي بالكتاب المقدس وبالمؤسسة الدينية أي الكنيسة، لكنه لم يقل قط أنه قد فقد إيمانه بوجود الخالق. ما الذي اكتشفه داروين في نظريته التي غيرت رؤية العالم للعالم؟ تقول نظرية التطور أن أصل كل الكائنات الحية التي تعيش في الأرض كان من خلية حية واحدة نشأت قبل 3 مليارات ونصف المليار السنة. استمرت هذه الخلية بالانقسام والتكاثر والتخصص لتتحول من كائن أحادي الخلية إلى كائنات أكثر تعقيدا متعددة الخلايا. وعبر مئات الملايين من السنين، ولأن هدف الخلية الحية الذي يحركها هو إعادة إنتاج نفسها، فقد تطورت هذه الكائنات لتنتج ملايين الأنواع المختلفة من الكائنات الحية مختلفة الصفات والمظهر. واستمرت الأنواع بالتكاثر وتمرير الصفات الوراثية لأجيال جديدة، بينما ساهمت الطفرات الجينية بظهور صفات جديدة إيجابية أو سلبية. وعملت آلية الانتقاء الطبيعي بتفضيل الصفات الإيجابية وتصفية السلبية، حيث أن الكائن الذي حصل على صفات إيجابية عبر الطفرة يكون أقدر على النجاة من الافتراس وتكوين أجيال جديدة، بينما ينقرض الكائن الذي لم يحصل على هذه الصفة أو حصل على صفات سلبية لم تساعده في النجاة من الافتراس. من الأمثلة على آلية الانتقاء الطبيعي وتفضيل صفات معينة لتمر إلى أجيال جديدة وانقراض سواها الزرافات. وجود زرافات طويلة الرقبة وأخرى قصيرة جعل الزرافات أكثر قدرة على الوصول إلى الأشجار العالية والحصول على الطعام منها. عندما تتعرض المنطقة إلى شحة في الطعام أو جفاف، فإن الزرافات طويلة الرقبة تحصل على طعامها بسهولة أكبر، بينما تتعرض قصيرة الرقبة إلى خطر الموت. وهكذا بعد فترة لم يبقى أي زرافة قصيرة الرقبة. وثم تفسيرات أخرى تشير إلى أن الذكور طويلة الرقبة كانت أوفر حظا في الوصول إلى الإناث لغرض التزاوج، حيث أن معارك الذكور فيما بينها كانت تعتمد على لف الرقاب بعضها على بعض. وهكذا كانت الزرافات الأطول رقبة أقوى وأقدر على الوصول إلى الإناث. من الأمثلة الأخرى الحيتان، بضمنها الحوت الأزرق العملاق والدولفين وسواها. الحيتان تشبه الأسماك في كونها تعيش في الماء، لكنها تختلف عنها بصفات تجعلها من ضمن الثدييات وليست مثل الحبليات، أي أنها أقرب إلى الإنسان منها إلى سمك التونة مثلا، فهي مثلا ولودة ولا تبيض مثل الأسماك، كما أنها ترضع مثل بقية الثدييات، كما أنها من ذوات الدم الحار، أي تملك القدرة على التحكم بدرجة حرارتها الداخلية على نحو أعلى من درجة حرارة البيئة، بينما الأسماك هي من ذوات الدم البارد وترتبط حرارتها الداخلية بحرارة المحيط. كما أن الحيتان تتنفس الهواء عبر رئتها وليس عبر الغلاصم كما الأسماك. كيف حدث هذا؟ قبل 10 ملايين سنة فضلت إحدى الكائنات المعروفة بباكتيكس بحجم الذئب ترك اليابسة والنزول إلى البحر لأكل السمك والحيوانات البحرية. غالبا ثمت ظروف قحط شديد قادتها إلى ذلك. كانت أطراف الحيوان تساعده في السباحة وبقي برمائيا يمكنه العيش في البر والبحر لفترة، لكن الطفرات الجينية أنتجت بعض الكائنات التي تمكنت من السباحة بشكل أفضل بتغيير في الأطراف.
ولأن هذه الكائنات لها فرصة أفضل في الحصول على الطعام، فقد تمكنت من أن تتكاثر على نحو أفضل من الكائنات التي احتفظت بأطرافها البرمائية. عبر المزيد من الطفرات الجينية والمزيد من الانتقاء الطبيعي الذي يفضل دوما الكائنات التي تستطيع الحصول على طعام أفضل والتكاثر على نحو أفضل، والمزيد من الطفرات والمزيد من الانتقاء الطبيعي، وعبر 10 ملايين سنة من كل ذلك انتقل الحيوان البري ب4 أطراف إلى أن يكون حيوانا مائيا تمام التكيف مع محيطه المائي، وهو سلف كل الحيتان وثدييات البحر الحالية. على مستوى شخصي معاصر يمكن ملاحظة أمثلة بسيطة عن التطور في حياتنا اليومية، وهي تعرف بالمايكرو ايفوليوشن، وهي مقبولة في العموم حتى من قبل الرافضين للنظرية. البكتيريا التي تحصل على مناعة ضد أنواع معينة من المضادات الحيوية، وتمرر هذه المناعة لأجيال جديدة لم تتعرض لهذه المضادات من قبل. الشيء ذاته يحدث مع الكثير من الحشرات والمضادات المستعملة ضدها. ماذا تقول نظرية التطور إذن في جوهرها؟ أولا، هدف كل الكائنات الحية هو أن تنتج كائنات مشابهة لها. الخلايا داخل جسم الحي تتجدد وتنقسم وتنتج خلايا جديدة، والكائن الحي نفسه يجد نفسه مدفوعا غريزيا لذلك. ثانيا، خلال ذلك يجب أن تحافظ على أمرين: أن تجد عشاءك وأن لا تكون عشاء للآخرين. ثالثا، الطفرات الجينية قد تضع بعض الصفات التي تجعل التكاثر أفضل، أن تجد عشاءك أفضل، أن لا تكون عشاء للآخرين أفضل. هذه تفضل بعض الكائنات على سواها. رابعا، الانتقاء الطبيعي في حقيقته هو تسابق الكائنات الحية في التكاثر وفي الحصول على الطعام وفي النجاة من الافتراس. طبيعة التسابق تحتم أن بعض الأنواع ستنقرض لأنها لم تتمكن من أن تتكاثر على نحو يبقيها، أو لم تحصل على كفايتها من الطعام في ظروف قحط، أو كانت أضعف من الهروب من الافتراس. خامسا، خلال 3 مليارات ونصف سنة تبدلت الظروف الطبيعية على الأرض من مكان لآخر، وفي نفس المكان نشأت عشرات الملايين من الأنواع لم يكتب لبعض البقاء، بينما تطورت أنواع أخرى وتمكنت من التكيف مع الظروف المحيطة بها. هذا هو ملخص نظرية التطور في نسختها الأحدث، علما أن ما نعرفه اليوم عن الطفرات الجينية لم يكن معروفا وقت داروين. ما الذي يدعو إلى الإلحاد في كل هذه البيولوجيا؟ مبدئيا، النظرية لا علاقة لها على الإطلاق بمسألة وجود الله. داروين وكل علماء الأحياء كانوا يبحثون في المستحاثات، الفوسلز، الإحفورات، أي في بقايا الحيوانات من عصر ما قبل التاريخ، وليس في نقاش لاهوتي فلسفي عن وجود الله. ما الذي قاد الأمور إلى ما حدث؟ في البداية كان ثمة تصادم بين ما تقترح النظرية عن عمر الأرض وعمر المخلوقات عليها، وبين كلام واضح في الكتاب المقدس يؤكد أن عمر الأرض لا يتجاوز 1000 سنة. كمسلمين لا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون مشكلتنا مع نظرية التطور، لأن نسبية الزمن والوقت أمر يشير إليه القرآن بوضوح. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، سورة المعارج، وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون، سورة الحج. ويبدو أن نسبية الزمن هذه لم تكن واضحة في الكتاب المقدس، مما سبب صدمة للكثيرين من مؤمني الكتاب المقدس بما توصل إليه داروين وآخرون من علماء الجيولوجيا. الأمر الثاني الذي صدم العالم وقتها وصدم المسلمين أيضا هو ما بدأ أنه يعارض قصة الخلق كما وردت في الكتاب المقدس وأيضا في القرآن، خصوصا قصة خلق الإنسان. لكن هذا التعارض ليس حتميا بالضرورة كما قد يتصور كثيرون ذلك، أو على الأقل هناك كثيرون لا يرون هذا التعارض. الأمر بالنسبة لمن لا يرى التعارض يعتمد على من أين ترى قصة الخلق كما وردت في النصوص الدينية، ومن أين تراها كما ترويها نظرية التطور. يمكنك أن تتعامل مع النصوص الدينية كما لو كانت تعطيك الصورة الكبيرة الشاملة. الصورة الكبيرة تقول لك أن الله خلق السماء والأرض وكل ما بينهما، ثم من الطين خلق الإنسان الأول آدم، إلى آخر القصة المعروفة. نظرية التطور تعطيك التفاصيل البيولوجية، التفاصيل الصغيرة التي لا تراها عندما تقف من بعيد لترى الصورة الكبيرة، وهي لا تقول أن الانتقاء الطبيعي هو الخالق، ولكنها توضح واحدة من الآليات التي نفهم أن الخلق تم عبرها. كمثال، أنت في المطعم وطلبت وجبة طعام ووصلتك ساخنة وشهية، أنت تعرف عمليا أن الطباخ هو الذي أعدها، وأن هناك من ساعده في ذلك، وأن هناك من تسوق وانتقى مكوناتها، وأنت تعرف بعد كل ذلك أنها دخلت الفرن لتنضج وتكون كما تريد.
لكنك بعد كل هذا لن تعتقد أن الفرن هو الذي صنع لك طعامك، بل تعتقد أن الفرن كان مجرد وسيلة، وأن الطباخ ومن معه هو الذي صنع الطعام من مواد أولية في الطبيعة أصلا. الانتقاء الطبيعي هو مثل الفرن في هذا المثال، مجرد وسيلة وأداة، ولله المثل الأعلى. فهو ليس فقط من صنع الفرن ووضع درجة حرارته على النحو المناسب ووضع المواد الأولية بالنسب المطلوبة، بل أنه من خلق المواد الأولية أصلا. بطبيعة الحال مثال وجبة الطعام مجرد مثال، فالخلق لم يحدث مرة واحدة بل عبر سلسلة طويلة من عمليات الطبخ أو الانتقاء الطبيعي المتتالية. مثال آخر، إذا سألك ابنك الصغير السؤال التقليدي: كيف يأتي الأطفال إلى العالم؟ وأجبته بأنهم يأتون عندما يتزوج الأم والأب. أنت عمليا لا تكذب، لكنك تقول الصورة الكبيرة المناسبة لطفلك، وهذا لا يتعارض مع التفاصيل البيولوجية المتعلقة بعملية تكون الجنين. الأمر يشبه أن فيلما صور لتاريخ نشوء المخلوقات على الأرض. الفيلم يعرض بسرعة فائقة جدا لحين ظهور الإنسان، عندها تبدأ سرعة الفيلم بالتباطؤ وتصبح عادية تماما. كل ما سبق ذلك كان سريعا جدا، لذا فهو بدا لنا كبرهة ولم نرى أي تفاصيل. شاهدنا الأرض والجبال والمحيطات والبحار والقارات تتكون وتتغير أشكالها بسرعة، ومرت فترة تطور الكائنات الحية وتنوعها والانتقاء الطبيعي بسرعة جدا بحيث لم تلحظ شيء. النصوص الدينية تقدم لنا الأمر على هذا النحو. نظرية التطور تحاول أن تبطئ الفيلم، لا تعارض حقيقي بين العرضين. حتى لو رأينا مشكلة هنا أو هناك في الفيلم عندما عاد إلى السرعة الطبيعية، فإن هذا لا يكفي لإلغائه بالمرة. في كل الأحوال نظرية التطور لا تبحث في سؤال من بدأ الخلق كي تزج بسهولة في جدل الإلحاد والإيمان. هي لا تبحث في كيف نشأت الخلية الحية، ولا ما الذي دفعها إلى التكاثر ولا الإنتاج، ولا ما الذي وضع فيها كل تلك الجينات. هذه المباحث وغيرها قد تكون سبيلا إلى الإلحاد، لكن كل هذا خارج نطاق نظرية التطور. وجر النظرية وما تطرحه إلى نطاق الإيمان والإلحاد يعبر غالبا أما عن عدم فهم لما تطرحه النظرية، أو عن رغبة مسبقة للوصول إلى حكم معين ضدها أو ضد الإيمان. ليس هذا فقط، الكثيرون يجدون في الكثير من آيات القرآن ما يدعم فكرة التطور. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فهنا ثمة إشارة إلى البحث في الأرض عن أصل الخلق وطريقة نشوء المخلوقات دون الاكتفاء بما ورد في القرآن. وقد خلقكم أطوارا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجليه إلى آخره. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وجعلنا من الماء كل شيء حي. بل أن سؤال الملائكة شهير، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا السؤال يمكن أن ينظر إليه في ضوء الانتقاء الطبيعي القاسي الذي كانت كل المخلوقات تعيش فيه دون دستور أخلاقي غير قانون البقاء للأقوى إلى تلك المرحلة. بالنسبة للمؤمنين بالله وبالانتقاء الطبيعي، فهذا الأخير ليس سوى آلية من آليات الله في خلقه، جزء من سننه وقوانينه التي لا يمكن أن تكون بديلة له. وقبل أن أنسى، يوم ظهرت نظرية داروين كان محاربوها يقولون أنها متأثرة بأفكار محمدية أي مسلمة، ذلك أن التراث الإسلامي كان قد شهد أفكارا مشابهة عن تطور المخلوقات قال بها علماء مثل جاحظ وابن خلدون وسواهما. بقي أن نذكر أن هناك أساطير يرددها بعض المؤمنين في محاربة نظرية التطور، وهي مما يجب أن تتوقف. مثلا يقال عنها أنها مجرد نظرية، كما لو هذا يعني أنها مجرد وجهة نظر. في الحياة اليومية نستعمل مفردة النظرية لنعبر عن ذلك فعلا، لكن في العلم الأمر مختلف. لا تكون النظرية نظرية إلا بعد أن تنتقل من مرحلة الفرضية إلى الإثبات والتحقق. النظرية تفسر مجموعة ظواهر بعوامل متعددة وتخضع للتحقق والإثبات العلمي. الفرضية هي الأقرب إلى أن تكون ما يقال عنه أنه مجرد تخمين، وإن كان هذا علميا أعقد بكثير من مجرد تخمين. أرجوك لا تقل مجرد نظرية، لأن هذا بمثابة أنك تقول أنا لا أعرف شيئا عما أتحدث عنه. ثانيا يقال أيضا أن نظرية التطور تقول أن أصل الإنسان قرد، ويستدعي هذا كل ردود الأفعال من الدراما إلى الكوميديا. ولكن في الحقيقة أن النظرية لا تقول هذا، بل تقول أن لدينا أسلاف مشتركين مع القردة. هذا الجد المشترك عاش قبل 13 مليون سنة،
ثالثا، يقال دوما أن الاكتشافات العلمية الحديثة أثبتت خطأ النظرية إلى آخره. دوما نسمع كلاما كهذا، منذ 50 عاما نسمع هذا الكلام، وهذا ببساطة كلام غير صحيح. كل الاكتشافات العلمية لها تعدل فيها باستمرار. نظرية التطور تتطور دوما، ليست جامدة ولا مقدسة، وهي فيها أخطاء ونواقص كما أي شيء بشري. رابعا، لماذا توقف التطور؟ لماذا لم تتطور الكائنات منذ آلاف السنين حتى الآن ونحن نرى صورها وصور البشر مرسومة منذ عهد الفراعنة؟ أرجوك لا تقل هذا أيضا، أرجوك، لأن هذا مرة أخرى سيقول أنك لا تعرف عما تتحدث. التطور يحدث عبر ملايين السنين، ولا يمكن لنا أن نرى ذلك في حياتنا أو حتى في حياة الحضارة البشرية الذي لم يتجاوز 10,000 سنة. خامسا، نظرية التطور لا ترتبط بالصدفة كما يشاع. بعض المؤمنين بنظرية التطور يقولون بذلك فعلا، لكن هذا ليس جزءا منها، بل هو مجرد توصيف لما يدور فيها. لكن قانون الانتقاء الطبيعي حازم وصارم وليس خاضعا للصدفة. ليس من المطلوب منك أن تؤمن بنظرية التطور إن كان الأمر لا يعنيك، لكن إن آمن آخرون بها وجمعوا بينها وبين إيمانهم بالله، فمن التدهور جدا أن تحارب ما يؤمنون به.